طاجيكستان لديها الطبيعة الخضراء والينابيع النقية والمياه الشافية والهواء النظيف. تدل الحصون والمعالم والمدن الباقية حتى يومنا هذا على أن لطاجيكستان تاريخ عريق وثقافة غنية، وكذلك لطاجيكستان المناظر الجميلة مثير للإعجاب، ولهذا يأتي السياحون إلى طاجيكستان لمشاهدة هذه المناظر الخلابة. تقع جمهورية طاجيكستان في آسيا الوسطى، ونالت استقلالها سنة 1991، ومساحتها 142.2 ألف كيلومتر مربع، ومنها 93% تتكون من الجبال. تحد طاجيكستان 4 دول، تحد أوزبكستان من الغرب والشمال، وقرغيزستان من الشمال، وجمهورية الصين الشعبية من الشرق، وجمهورية أفغانستان الإسلامية من الجنوب. وسكان طاجيكستان 8 ملايين نسمة. اللغة الرسمية في طاجيكستان الطاجيكية، والعملة الساماني، وعاصمتها مدينة دوشنبه. إن مدينة دوشنبه تعد مركز الثقافة والتفريح، فيها الفنادق الحديثة وكذلك فيها الحدائق العامة. من إحدى العمارات العظيمة في عاصمة طاجيكستان هي كاخ نوروز، أي قصر نوروز، له 12 قاعة التي كلها مزخرفة بالزخاور القومية، ويمكنه أن ليتسع ب3200 ضيف في وقت واحد. وهناك في قصر النيروز الخدمات المتنوعة والأماكن الجيدة للاستراحة. الليالي في مدينة دوشنبه جميلة، وعلى أرض هذا البلد يسكن الناس الآمنين. ومؤسس دولة طاجيكستان ملك إسماعيل ساماني. وضع تمثال إسماعيل ساماني سنة 1990 لذكرى مرور 1100 سنة من تأسيس في الدولة السامانيين. سجل علم الطاجيكي رقما قياسيا بارتفاعه 165 مترا سنة 2011. لطاجيكستان 3 ولايات: ولاية ذات حكم الذاتي بدخشان الجبلية، وولاية الصوغد، وولاية ختلان، والنواحي التابعة بالعاصمة. مدينة النوراك: توجد في مدينة النوراك محطة كهربائية التي ماؤها صافية وصالحة للشرب، وكذلك في مدينة النوراك الأماكن للتنزه والاستراحة. بني المركز الترفيهي خرام شهر، أي المدينة المشرقة بناحية الدنغرة، ويعد أكبر المقاهي في آسيا الوسطى. وبني هذا المركز بالطراز الطاجيكي العريق. مدينة كولاب تعد من المدن القديمة في ولاية ختلان التي يرجع تاريخها إلى قبل 2700 عام. فستان تشكن، أي الفستان المطرز، في مدينة كولاب له طراز مميز، وتخيط النساء كولابية الملابس المطرزة. إن لمنطقة سري خاصر طبيعة خلابة تثير الشلالات المنحدرة من صفحة الجبل إلى الطبيعة المسحورة لطاجيكستان. چلوچور چشمة، أي 40 ينبوعا، تنبع من صفحة الجبال وتتكون من 39 عينا، وتشكل جدولا من الماء، وكل من هذه العيون تشفى مرضا. چيل دختران، أي 40 فتاة، لها قصة تدل على شجاعة 40 فتاة التي كافحت على حفظ العرض والوطن. رواية تحول هذه الفتاة إلى صحور غريبة للجميع. يعد أمير الكبير مير سعيد علي حمداني من العلماء والفلاسفة
والأدباء الطاجيك والفرس، ويسمونه الناس سيد أمير جان، ويزورون مرقده. قلعة هولبوك. مدينة هولبوك التاريخية كانت تعد كأحد مراكز ما وراء النهر، وكان لها موقع جيد للتجارة وتقع على طريق حرير القديمة. وهذه المدينة لها دور كبير في تطوير الاقتصاد والثقافة للدولة السامانيين. كان يسكن الناس فيها حتى القرن الثاني عشر ميلادي. ولاية بدخشان الجبلية. وإن للشعب بدخشان تقاليد خاصة. الملابس القومية والجوارب تعد ملكا خاصا للشعب هذه المنطقة. إن جبال بامير مشهورة في العالم بارتفاعها. يأتي السائحون للتسلق على جبال بامير إلى طاجيكستان. هناك خدمات وإمكانيات جيدة للضيوف الأجانب. جرم چشمه أي العين الحارة. هذه العين من العيون الصحية والتفريحية، تقع على ارتفاع 2325 مترا من سطح البحر، وتعود من المعالم الطبيعية والبيئة لجمهورية طاجيكستان. جيلونده ماء العين الساخنة والشفاء للمئات الأمراض. عين بيبي فاطمة الزهراء. لهذه العين تاريخ قديم، وسميت باسم إحدى أطيب النساء في الإسلام فاطمة الزهراء. يقول الناس إن ماء هذه العين شفاء للعقيم. يشتغل سكان ناحية مرغاب في بدخشان بتربية أبقار باسم قطاس، وهذه المنطقة من أبرد المناطق طاجيكستان وأقصاها. نصب الخيام للاستراحة أكثر أوقات أعلى قمة الجبل، هي قمة إسماعيل الساماني، والتي ارتفاعها 7495 متر على سطح البحر، وجعلت هذه القمة بدخشان مشهورة باسم سقف العالم. قلعة يمچون. ترجع تاريخ قلعة يمچون إلى القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثامن الميلادي. ما زالت جدران هذه القلعة قائمة إلى يومنا هذا. كتلة الجليدية في تشينكو. تقع هذه الكتلة الجليدية على قمة انقلاب على ارتفاع 6974 مترا. هذه الكتلة الثلجية ليس أكبر في طاجيكستان فحسب، بل تعد أكبر الكتلات الثلجية في العالم كله، وسجلت أرقاما قياسيا أرضية. بحيرة السريز تقع على جبال ناحية روشان على ارتفاع 3000 متر من سطح البحر، وتسمى هذه البحيرة الجميلة النائمة. أيضا تشتهر هذه البحيرة بمياهها العذبة، وتعد من أخطر البحيرات في الآسيا الوسطى. وجدت البحيرة المعنية بسبب زلزال الشديد وانهيار كتلة الجبلية على نهر مرغاب. منطقة قراكول. تقع هذه المنطقة في ناحية مرغاب. لا يمكن ممارسة الرياضة الريغاتا إلا في هذه المنطقة طاجيكستان، ولذا يزور السائحون الكثر طاجيكستان لأجل ممارسة هذه الرياضة. أسست الخدمات المعاصرة باسم منازل للسكون والفنادق للضيوف في بدخشان لاستقبال السائحين والضيوف، حيث يستريح السائحون في هذه الأماكن. محافظة الصغد.
مركز هذه الولاية هو خوجاند. تعود مدينة خوجاند من إحدى المدن القديمة في آسيا الوسطى التي كانت مركزا تجاريا وتربط آسيا بالأوروبا. كان شعب خوجاند من القديم مشهورين بحرفهم ومهنهم وفنونهم، وحتى اليوم يمارسون بهذه المهن ويتجون الأقمشة الحريرية باسم أطلس وأدرس. أطلس والأدرس من الملابس القومية في طاجيكستان وزينة للنساء. بانجاكند. تعود مدينة بانجاكند القديمة من المعامل التاريخية حتى القرن الإسلامي. كان يسكن في هذه المنطقة السغديون من القرن الخامس الذين كانوا يعتبرون أجداد الشعب الطاجيكي المعاصرين. بانجرود. مسقط الرأس مؤسس الأدب الطاجيكي والفارسي أبي عبد الله رودكي، ومدفنه الذي يزوره محب الأدب والشعر. سرازم. له تاريخ 5500 سنة، يرجع تاريخه إلى القرن الرابع إلى الثاني قبل الميلاد. سجلت معالم التي أثر عليها في هذه المنطقة إلى التراث يونسكو الثقافي. قيراقوم. يسمى هذه البحيرة بحر طاجيك. بحيرة قيراقوم من إحدى الأماكن التفريحية والسياحية والسياحية. مساحة بحرستان بني في هذا المكان الجميلة وله الخدمات المعاصرة وفقا للمتطلبات العالمية. النواحي التابعة بالعاصمة. ويوجد في النواحي الأدنى بالعاصمة الإمكانيات الجيدة المستوى الأعلى، ولها المواضيع الجميلة والخلابة للاستراحة. جبال فان من أعلى سلسلة الجبلية في وادي زرافشان التي تأتي السائحون المتسلقون من الدول المختلفة للتسلق على هذه الجبال. استراوشان. مدينة قديمة ومكان المحترفين وصانع السكاكين. اسكندركول. تقع بحيرة اسكندركول على ارتفاع 2195 مترا على سطح البحر، وسميت باسم اسكندر المقدوني. لجأ اسكندر حسب روايات في هذه المنطقة. بحيرة اسكندر من إحدى المواضع الجميلة والخلابة لطاجيكستان، يزورها عدد كبير من السياح كل عام. تعتبر ناحية حصار القديمة من النواحي التابعة بالعاصمة، ويرجع تاريخها 3000 عام. ولناحية حصار قلعة تاريخية التي فيها معالم التاريخية بلا نظيرة. وادي راميت من المناطق السياحية وذات المواضع الكثر للاستراحة. ناحية ورزاب لديها المواضع الجميلة والطبيعة الخلابة والأنهار والينابيع الباردة والهواء النظيف، ولها الشروط العالية والإمكانيات الوافرة للاستقبال الضيوف والسياحين في كل فصول سنة. منطقة سافيدوراك يقع في ناحية ورزاب في الجبال ناطحة السحاب، وهي موضع الجميلة للمحبي الرياضة التسلق. ولجمهورية طاجيكستان عدة من المتاحف الفاخرة، وفيها عرضت الكثير من المعروضات التاريخية للثقافة الغنية للشعب الطاجيكي من القرون الماضية. وإن موسيقى كلاسيكي للشعب الطاجيكي هي موسيقى شاشمقام، وتتميز بالأساليب الخاصة وتنتقل من الجيل إلى الجيل ووصلت حتى يومنا هذا. الشعب الطاجيكي مضيف ومحترفون، وتطبخ الطعام آشي بالاو لذيذة جدا. وقد اقترح آشي بالاو للتراث الثقافي لمنظمة يونسكو الدولي. مرحمت ای دوست بر آشی پلو، پخته این با مهر دل آشی پلو. هر کسی این آشی ما را میخورد، هر کسی این آشی ما را میخورد، گویا لذت ز جنت میبرد.
والفواكه اللذيذة لهذه المنطقة المشمسة الطاجيكية لها طعم فريد. لماذا لا بد زيارة طاجيكستان؟ جمهورية طاجيكستان مصدر للمياه العذبة والصالحة للشرب في آسيا الوسطى. يحتوي جمهورية طاجيكستان أكثر من 100 نهر و200 البحيرة وأكثر من 9,000 الكتلة الثلجية. تحتل جمهورية طاجيكستان دورا ثانيا من حيث الذخائر المائية بين الاتحاد الدول المستقلة، ويتنبأ 60% من ذخائر المائية في آسيا الوسطى من جمهورية طاجيكستان. طبيعة جمهورية طاجيكستان ومناخها المتنوعة ويستطيع مشاهدة كل فصول في وقت واحد. وإن من أعظم الأعياد لدى الشعب الطاجيكي